السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هقدم لكم أكلة حلوة وخفيفة، هي كبدة اسكندراني. الكبدة الاسكندراني من أجمل الأكلات اللي أنا عزيزة على قلبي. بتبقى طريقتها سهلة وبسيطة. هنقدر نقدمها لكم النهاردة على طريقة المطاعم. وعندي المقادير اهي. المقادير: نص كيلو كبدة بلدي، وفلفل احمر وفلفل اخضر، بصل شرايح، توم. انا توم هنا مش حاطه كتير، جايبه فصين توم اتنين بس هيبانوا بعد كده في التقديم. وعندي بهارات فلفل وكمون وملح وشطه بسيطه، لان الفلفل هنا حراق. برضو اعمل حسابي، اذا هي الكبده الاسكندراني معروف انها بتبقى حراقه، بس في ناس برضو بتحب تعملها، برضو ممكن الشطة ديت الحامية على حسب كل واحد وذوقه. نبدأ بقى بالمقادير. آه، هجيب طاسة على النار. طاسة على النار هحط فيها حبة زيت، واحط هنا قطعة سمنة، واستنى ان هما يبدأوا ان هما يسيحوا شوية، او تحمى على النار شوية. اول كده ما الزبدة تسيح، هنزل بالبصل وابدأ اشوحه. طبعا الكبده بتتعمل على نار عاليه عشان تلاقوا نتيجه مظبوطه، لازم تتعمل على نار عاليه. ما ينفعش انها تتعمل على نار هاديه، لان ما بتطلعش في الاخر مظبوطه ولا هتعجبكم طعمها. لازم تبقى النار عاليه. هفضل اشوح في البصله كده شويه لحد ما تطلع ريحتها، الريحه الجميله اللي احنا بنحبها دي. بدأ هنا البصل بدأ بقى ريحته الحلوه دي تطلع معايا. هحط بقى البهارات بتاعتي، هحط نص البهارات، مش هحط البهارات كلها عشان تطلع ريحه للبصل. خدوا بالكم من الحركه دي بتخلي البصل ريحته اجمل. اقلب البصلايه بالبهارات. دي مش البهارات كلها، انا حطيت نصها. انا من طبعي ما بحبش احط بهارات كتير عشان الاكل يبقى طعمه حلو، انما لو كترت البهارات بتضيع طعم الاكل، وبالذات اللحوم والكبده والفراخ. كل ما كانت البهارات اقل كل ما ريحه الاكل نفسه تبقى حلوه، بالذات اللحوم والفراخ. طبعا البصله هنا بدات انا مش هخليها تحمر قوي، انا هخليها نص كده يا دوب تدبل، عشان لسه هتكمل سواها مع الكبده. هنزل بالكبده،
طبعا الكبده ما بتحبش تقليب كتير خالص، يعني هحطها مش هقلب بالراحه بس الاول، وبعد كده عصره ليمونه اهي، احط عصره ليمونه عليها عشان الزفاره. هقلب بالراحه عشان الكبده ما تنزلش ميتها. طبعا مش هحط ملح غير في الاخر، لان الملح بيخلي الكبده تنزل ميتها وبتبقى طعمها وحش وبتشد وبتنشف وما بتبقاش حلو. مش هقلب الكبده خالص، قلة بسيط عشان ما تنزلش ميتها. تمام كده. الكبده بالذات لو اتقلبت بتنزل ميتها، والعصاره اللي فيها كلها بتفقدها وبتنشف وبتشد وبتلاقي طعمها مش حلو. انا بقلب بس عشان ما تلزقش. هبدا انزل ببقيه البهارات، انا مش بكتر بهارات برضه. ده فلفل على كمون، انا بحب احطهم على بعض لاني هما مع بعض كده ميكس بيدوا طعم جميل زي ستاتنا بتوع زمان. هحط شطه بسيطه لان الفلفل عندي حراق برضو. وهحط حبه كركم بسيط لان انا بحب لونها وهي اصفر كده. ممكن تستغني عن الكركم لو مش حباه. واقلب برضو بالراحه. ده كله وانا لسه ما حطيتش الملح. مش قادره اقول لكم بقى بعد البهارات ما حطيتها كده ريحتها جميله جدا. التوم بقى اهو، انا مش بحب احط توم كتير لاني انا مش بحبه اصلا ريحه التوم في الاكل. هحط حاجه بسيطه، هما دول بس. هخرطهم بقى لان التوم بالذات لما بيتخرط ويتركن بيعمل ريحه مش تمام، فالافضل ان احنا نخرطه على طول على كده. هقلب بقى بالراحه. شفتوا كده مفيش ولا ميه ولا عصاره نزلت من الكبده ولا اي حاجه، ده دليل على انها مظبوطه وهتمشي معاكم كويس وتبقى طعمها حلو وطريه وحلوه وطعمها اجمل. انما لو حطيت ملح في الاول هتنزل كل ميتها وتلاقيها وتقرفي منها كده افضل. طبعا ريحتها ما اقولكوش، ريحتها جميله جدا وطعمها ان شاء الله باذن الله يبقى اجمل واجمل. لما تبدا الكبده جنب منها يحمر كده خلاص هعرف انها قربت انها تستوي، لان هي عموما اصلا مش بتاخد سوا. خلاص هي قربت كده هبدا انزل بالفلفل.
في الوقت ده بقى هنزل بالملح. خلاص الفلفل يا دوب هياخد تشويحه بسيطه وهطفي على الكبد. كده هنزل بالملح، مش هحاول اكتر ملح. لما تحبي حد عايز ملح زياده يبقى يحط، انما هي الكبده ما بتحبش الملح الكتير لان لما بتحدق بيبقى طعمها مش لذيذ. وبرده لما احط الملح مش هقلب قوي، انا بس هشوح كده كده الملح لحد ما يبقى كلها تتغلف بالملح عشان يبقى تبقى مظبوط. هوطي النار بقى بسيط في الاخر خالص اهو، اوطي النار شويه بسيط واسيبها يجي مفيش دقيقه او دقيقتين. على بال ما الكبده بقى تستوي هعمل طبق سلطه بسيط احطه جنبه. خلاص كده هطفي عليها واديها رشه بقدونس وهركنها بقى على ما اعمل السلطه. كده بقى انا بدات قطعت البقدونس وقطعت الشطه الخضراء وبقطع الخيار بتاع الطماطم
هاخد عرقين خس كده، مش هاخد كتير. كده تمام. طبعا هشيل ده. احط الملح، احط ليمون. انا مش بحط شطه كتير عشان الشطه بتبقى حراقه شويه، عشان السلطه ما تبقاش حراقه كمان والكبده حراقه، فانا حطيت نص قرن بس. وهعصر الليمون. بس مش معنى كده ان احنا هنرمي النص القرن ده هنخليه في اكله تانية ممكن نحط. تمام. هقلب السلطه بقى. ممكن مع الكبده تحطوا سلطه طحينه، بس انا عشان الاولاد عندي مش بيحبوا سلطه الطحينه مع الكبده انا ما عملتهاش. بس لو حابين طريقتها انا ممكن اعملها لكم في فيديو لوحدها. هقدم معاها سلطه ومخلل، وهقدم معاها جبنه على قشطه. لو حابين نغرفها هغرفها في طبق برضه، مش حابين وحابين تقدموها كده انتوا حرين. ودي كانت وصفتنا النهارده، كبده اسكندراني ولا قطعه من ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، ولو انتوا مش مشتركين معايا في القناه اعملوا اشتراك في القناه علشان يجي يوصلكم مني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.